ازيكم احلى ناس في العالم. انا عمرو حلمي والنهارده انا اللي مع شيف غدا نواره، احلى شيف في مصر. حبيبي يا عمرو، انا مش عايزه اقول لك انا مبسوطه ازاي ان انا النهارده كمان. معاك، وبالذات ان احنا داخلين في ملعبك، حاجه ايطالي خالص. ملعبك. فانا النهارده يعني ضيفتك. هو الايطالي مع كل الناس، هو لا الملعب بتاع معاك كل انت. الناس. معلش انا عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا هتسمعوا مزيكا النهارده، مزيكا. يعني ممكن تنطق لهم كده اسم الجبنه دي؟ في نوع جبنه اسمه سكامورسا افوميكاتا. لا حاجه كده انا مش هعرف انطقها تاني، بقول لكم اهو. اسمعوا بقى واتفرجوا على احلى ريسيبي هتتعمل ايطاليان. طبعا انا ذكيه شويه، هعمل حاجه بعيده عن الايطاليان خالص، بس شيف عمرو بقى النهارده عامل لكم حاجه طلياني ما حصلتش. أنتيكا. هعمل روتليني دي لازانيا. دي وصفه لازانيا عاديه جدا، بس اللازانيا النهارده هنعملها بطريقه جديده، هنلفها كده اهو، هتبقى حاجه خطيره. هنستعمل سيتشيليانو باستا. سيتشيليانو باستا، نحطها كده عشان هو بيعلمنا اهي. ايوه اهي. سيتشيليانو باستا هي باستا مصريه بس بريسيبي ايطاليه اوثنتيك خطيره جدا. سيتشيليانو باستا كمان عندهم نوعين من اللازانيا، لازانيا فيردي اللي هي الخضراء اللي بالسبينش، ولازانيا الكلاسيك اللي هي من غير حاجه خالص. فالنهارده هعمل الروتليني دي او الرولز بتاعه اللازانيا، واحشيها جبنه ريكوتا، سكامورسا افوميكاتا وموتزاريلا. ثانيه واحده. ايوه هنحشيها ريكوتا، سكامورسا افوميكاتا. ايوه، وموتزاريلا. الموتزاريلا دي سهله. وكمان بارميجانو ريجيانو. اقول لهم الاول المكونات الاساسيه. عشان نعمل صوص مارينارا انا هعمل اللازانيا دي مختلفه شويه، هسرق شويه بشاميلا. البشاميلا بتتقال صح لان في امهاتنا المصريه بتقول هعمل لكم مكرونه بشاميلا، هم بيقولوا صح، ده ايطالي على فكره. وايه كمان هعمل صوص معاها المارينارا. المارينارا مكوناته ثوم، فلفل حراق، ريحان او اي عشب ايطالي، بس الريحان هو الاوثنتيك. وبعد كده في طماطم متقشره ومتقطعه مكعبات صغيره، وشويه عصير طماطم صغيرين، وكمان الجبن زي ما قلت لكم، الجبن والسبانخ، وبضايه عشان نميكس الجبن كلها مع بعض. بقول لك يا عموره، مش نقول لهم انت قلت لي تip حلوه قوي؟ أيوة. قبل الهوا، قبل ما نسجل، على البارميجانو ريجيانو. بارميجانو ريجيانو هي من احلى الجبن في العالم ومن اشهرها، وكمان هي مش رخيصه. عشان ما نتخدعش ونجيب بارميجانو مظبوطه لازم نجيب اولا القالب، ما نجيبهاش يعني مبشوره، نجيب ربع او كده او قالب، قطعه على بعضها، بلوك كامل بالظبط، مثلث. وممكن نجيبه عليه الختم ده، لازم يبقى عليه الختم بتاع البارميجانو ريجيانو، الحرق بتاع المصنع اللي من مدينه ريجو ايميليا وبارما في ايطاليا، عشان نجيبها مظبوطه، عشان ما ندفعش فلوس كتير وناخد في الاخر مش جبنه اصليه. اديني احطها لك، ونبشرها طبعا في البيت احسن حاجه. اوكي. فهنبدا بايه؟ هنبدا بالمارينارا. اسخن الطاسه، احط فيها شويه زيت زيتون اكسترا فيرجن اوليف اويل، احط توم متقطع شرايح رفيعه قوي. الايطاليين بيحبوا جدا التوم بس بيستعملوه قليل جدا في اكلهم، مش زي ما احنا فاكرين. انا بسخن التوم بس مش بقليه، احنا مش بنعمل كشري، فالايطاليين بيحبوا لمسه خفيفه من التوم، وبيحطوا كمان لمسه خفيفه من الفلفل الحراق، مش عشان يبقى سبايسي، عشان ياخد بس الطعم بتاعته والاروما بتاعته. ماشي، هنقلبه برضو. بنسخن كل حاجه، لما بنسخن اي نوع مكون بنطلع العطور والزيوت اللي فيه، فبيدينا الطعم كله في الزيت، كله سموكت كده بالظبط. فبرضو مش هقلي كتير الفلفل، وهبتدي ان انا احط الطماطم المتقطعه. قولي وانا ناولك عايزه بعد. الطماطم المتقطعه مربعات دي هنزلها كلها وهقلب. الطماطم دي لو حسيت ان انا محتاج شويه ميه مش هزود ميه، هزود من عصير الطماطم اللي هنا وبس كده. اخر حاجه احطها عشان الورقيات لما بتنزل من الاول خالص بتسود وبتمرر. اخر حاجه خالص بعد ما نخلص الصوص، هو الصوص مش بياخد وقت كتير، احط الريحان، وبعد كده هنظبط الفلفل والملح، وخلاص على كده صوص المارينارا. اسهل صوص ايطالي واسرع صوص. الصوصات الصراحه مش زي المطبخ الفرنساوي، كلها سهله وبسيطه وسامبل، بس كلهم في تاتش اللي هو الريحان ده مثلا هيقلب الدنيا مع التوم. بالظبط. في حاجات كده انا بحس انها هي دي الدلع. عارفه ما يجي يقول لك مثلا انت اسمك عمرو وانا هقول لك عموره، بالظبط. الصوص ده الدلع بتاعه حته التوم وحته الريحان اللي انت حطيتهم دول. دي حقيقه. كده الصوص بتاعنا جاهز بالظبط 10 دقائق، ما بياخدش ابدا على النار. الايطاليين مش بيسبكوا،
بيعملوا كله فريش في فريش لانه كمان لسه هيدخل هنا مع اللازانيا الفرن. بس الصوص خلص، هنسيب اللازانيا على جنب دلوقتي عبال ما نخلط السبانخ بكل انواع الجبنه. هننزل السبانخ دي سبانخ فروزن او ممكن تسلقوها هتبقى بنفس المنظر. تاني والنبي. دي بقى الجبنه الاسكامورسا. ايوه اسكامورسا افوميكاتا، يعني ايوه الجبنه اسكامورسا المدخنه. وبعدين واخدين بالكم افوميكاتا، ايوه يعني لازم غنى، هما بيقعدوا يغنوا قوي الايطاليين. هناخد الموتزاريلا عشان فيه شويه فوق. بارميجانو ريجيانو دي الايطاليين بيتبلوا بيها، يعني دي الملح بتاعهم، تبقى فظيعه طبعا. واخر حاجه الجبنه الريكوتا. الجبنه دي ريكوتا متصفيه، شكلها فريش قوي. جنن. واخر حاجه بيضايه، وبعدين شويه ملح وفلفل وريحان مجفف او زعتر مجفف اللي انتوا عايزينه بس للتتبيل. دي خلطتك انت يعني. بالظبط. بس هقلب كل ده وهوريكم بعد ما نقلبه. بصوا بقى خلطتهم كويس جدا، بس هستأذن شيف غادة ان انا ابدل معاها. اجي هنا اهو، يلا بينا. وهلبس الجلافز. انتوا في البيت مش لازم تلبسوا جلافز. الجلافز ده لو هنأكل حد، لو بنستعمل اكل خلاص مستوي مش هيدخل النار تاني. دلوقتي هجيب اللازانيا بتاعت سيتشيليانو وهعمل ايه؟ هبتدي ان انا الفها. هجيب من الحشوه دي كده. قلبي يعني بياكلني، عايزه اكل، عايزه البتاعه دي تودي في داهيه. الخليط ده خطير. اسم الجبنه اللي قالها دي طبعا انا مش فاكراها، يعني محتاجه لازم تتدلع زي اسمها، فلازم تتلف وحركات بالظبط. بحط تحت في البايركس او الصينيه اللي هنعمل فيها اللازانيا صوص الطماطم. واو. اكننا بنعمل كده عرش للازانيا عشان تقعد عليه. نعمل كده وهنفضل بقى نعمل لونين، لون اصفر وبعد كده لون اخضر، لون اصفر، لون اخضر، ونكرر الموضوع. الله. بصوا بقى كده انا عملت انا وشيف غادة كل الروتيليني بتوع اللازانيا. وبعدين هعمل ايه؟ هاخد شويه صوص طماطم تاني، حاجه يعني كده اخر دلع. دلع وفي نفس الوقت بسيط. بالظبط. وعامة متهيألي الفراعنة كلهم بيحبوا البسطة بالظبط. انا هسرق بقى البشاميل بتاع شيف غادة. انا مش عايز اخفي اللازانيا، مش هخفيها كلها بالبشاميل ولا الجبنه. هنحط اخر حاجه البارميجانو والموتزاريلا. بس البارميجانو الاول، لان البارميجانو لما بتسيح بتبقى عامله زي الجبنه الرومي، فبتعمل كده زي تجليده مش عايزينها، فبنحطها تحت الموتزاريلا مش فوقيها. وبعد كده موتزاريلا اخر حاجه. الطبق ده عارفين لما بيقولوا بيغري من قبل ما يعني مغري، الطبق قبل ما يدخل الفرن. من قبل ما يحصل له اي حاجه يعني. هو كل حاجه مستويه، ناقص بس ان هي تدخل تمتزج مع بعضها، تحضن بعضها. بس كده الروتيليني دي لازانيا جاهزه، هتدخل الفرن. ايوه الروتيليني دي لازانيا. هتدخل الفرن لمده 35 دقيقه وهتطلع ناكلها. الف هنا وشفا. يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي بقى انا دخلت روتيليني دي لازانيا اللي عملتها من سيتشيليانو لازانيا، وشيف غادة دلوقتي دورها ان هي تورينا الفن والرقي. تعرف تسميها لي متدلعه كده؟ هي طب الانجريدينتس حلومي. انا عايزه بقى حاجه عايزه حاجه فيها الماده اللي في الاخر دي. لازالومي. هنسميها لازالومي. ايوه خلاص. هنعمل اللازانيا بتاعت النهارده بالخضار المشوي والجبنه الحلوم. هنعمل ايه؟ هنحط شويه زيت زيتون. انا الحقيقه عامله الخضار بس انا هقول لكم الفكره بس هسخنه قدامكم. هو بنحط زيت زيتون وعليه شويه روزماري وزعتر فريش وملح وفلفل، ونروح حاطين الخضار المشوي، فلفل الوان وكوسه. في بتحبوا بتنجان حطوا، اللي ما بيحبش ما يحطش. وهنروح مسخنينه شويه
احنا خلصنا خلاص الخضار، شوحناه، هو كان اوريدي مشوي، وهنبتدي نعمل اللايرز بتاعه اللازانيا. هحط لاير لازانيا، وبعدين هحط خضار بقى مشوي، كل بقى الاشكال اللي عندنا. وكده اول لاير خلصت. هنعمل ايه؟ هنجيب لاير تانية. اللاير التانية هيبقى عليها جبنة حلوم، هنحط وبعد كده بقى نحط لاير البشاميل او البشاميلا. يس. خلاص شيف غادة خدت الجنسية الإيطالية النهارده خلاص بقى معايا استاذ. انت الأستاذة والله. انا هنا بقى بغطي عنك وهحط شويه موتزاريلا، انا هحط شويه بارميجانو مبشوره، وكده هندخلها الفرن. يا دوبك هتقعد حوالي 20 دقيقه 25 دقيقه. اللازانيا هي مسلوقه فتسيح مع الخلطه بتاعتها، الجبنه الحلوم تسيح، البشاميل والجبن اللي في الوش يتظبطوا، وتطلع وتاكلوا احلى لازانيا. بيرفكتو، هتطلع بيرفكتو. دلوقتي خلصنا اللازالومي بتاعت شيف غادة. والروتellini دي لازانيا. لازم اتدلع زيك. بالظبط، هما بيغنوا كده. طب يلا بينا نهجم بقى على لازانيات بعض. قبل ما نهجم على لازانيات بعض، عايزه اقول لك ان انا استمتعت استمتاع معاك في جداً الحلقه جدا بجد. وأنا يعني يا كمان. ريت كل الحلقات تبقى معاك بليز، يعني اتشرف والله حقيقي. يا عمرو. فيعني انت هتدوق بتاعتي وانا هدوق بتاعتك. انا هدوق حالا. بس انا دي متاكده هاجم. انها هتبقى رائعه دي اكيد احلى. حبيبي. يلا